السلام عليكم خواتاتي خوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. اليوم بغيت نقدم لكم هذه الوصفه تاع المقروط المقلي. يجي يذوب يذوب ذوبان كما راكم تشوفوا. يجي هشيش من الداخل، يجي يتفتت ويجي معسل حتى للقلب. بوصف هذه الوصفه بمقادير مضبوطه. ان شاء الله تجربوها وراح تنجح معكم اكيد. اذا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش ديروا لي جيم وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ونخليكم مع الوصفة وفرجة ممتعة. نبدأ أولا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الوصفة تاع المقروط أنا ديت هنايا 3 كيسان تاع سميد متوسط، وهنايا الكاس اللي تكونوا تعمروه مليح. ولا بغيتو ديروا كمية كبيرة ما تعبروش بالكاس، عبروا بغرفية ولا حاجة تكون كبيرة على هكا. عبروه بعبر يكون كبير. وهنا اللي تدو السميد تاعكم يكون كما قلت لكم متوسط ويكون نوعية جيدة. هنا نعمر 3 كيسان توعي. انا هنا بغيت ندير كمية قليلة، عبرت غير بالكاس. الكاس تاعي يرفد 250 مليلتر. نزيد عليهم مغرف كبيرة تاع السكر، ونزيد عليهم 2 مغارف كبار تاع فرينة. هاد الفرينة ما تخليش المقروط تاعكم ينحل في الكوشة، عفوا في المقلة. ونزيد هنايا ربع مغرف صغيرة تاع ملح. انا درت نص، هنا زيدت شوية الملح بصح نتوما ديروا غير ربع مغرف صغيرة تاع ملح. ونخلطوا هكا النواشف في رحبة كيف راكم تشوفوا. خلطوا مليح حتى يتجانسوا العناصر مع بعض بهذا الشكل. وهنايا غادي نزيد عليهم كمية تاع ليدام. انا هنايا ديت كاس الا ربع تاع ليدام، زبدة ولا مارغرين. ونزيد نكمل هذاك الربع اللي بقى بالزيت، نكملها بالزيت بهذا الشكل. نفس الكاس اللي عبرت به السميد. نعمر الكاس تاعي كيما راكم تشوفوا. وكما قلت لكم هذا المقروط بمقادير مضبوطه، ما من المبتدئات ينجموا يجربوه. هنا لقيت غير السميد يكون نوعيه مليحه هكا باش المقروط تاعكم يخرج لكم شباب. دروك ندير الكميه تاع الليدام اللي عندي ونبدا نحرك. وهذا المقروط كما قلت لكم ما يديش بزاف في الوقت. غادي نحرك مليح. دروك نبدا نبسس في السميد تاعي. هنا نستعملوا غير صبع يدينا ونبداو نبسو فيه. هنايا ماذا بكم تبسوه عفوا حوالي 5 دقائق هكا، وانتم تقعدوا تبسو فيه حتى تدخلوا مليح هذاك الليدام في هذاك السميد، وحتى هذا السميد تاعكم يتبدل اللون تاعو يولي شويه صفر، يولي فاتح. درك نقعدوا نخدموا فيه. انا غادي نخدمه مليح حوالي 5 دقائق ونعاود نرجع معكم. رجعت معكم خواتاتي هنا بعد ما خدمته مليح كما قلت لكم 5 دقائق وانا نبسس فيه. خدمته مليح بصبع يديا. دروك ندي هنايا ندي نفس الكاس اللي عبرت به السميد، ندير نص ماء ونص ماء زهر، عفوا ندير نص ماء ونص ماء زهر. دروك هنا غادي نبدا ندير في الماء تاعي غير بشويه. هنا غادي ندير نصف الكميه تاع الكاس تاع الماء وماء زهر، ونخلي نصف الكميه نستعملها من بعد. ديروا نص الكميه تاع الماء وماء زهر وتقعدوا تخدموا فيه بهذا الشكل. دخلوا هذاك الماء في هذاك الخليط. وهنا ما تعجنوش غير بصبع يديكم، تقعدوا تدخلوا في الماء. هنا خليت كما قلت لكم نص كاس غادي نستعمله من بعد. غادي ندخل مليح الماء في هذاك السميد، نخدمها بيديا في زوج كما راكم تشوفوا. هنايا حوالي دقيقه يدخلوا هذاك الماء مليح. ومن بعد غادي نخلي هذا السميد تاعي، هذا المقروط تاعي نخليه يشرب. هنايا شوفوا راه واجد معايا، راه متشرب مليح. دوك في هذه المرحله انا اش غادي ندير؟ غادي نغطيه ونخليه يريح. انا هنايا خليته يريح حوالي ساعه. ندخلوه من نص ساعه واكثر. انا خليته ساعه وخدمته من بعد. انا غادي نغطيه ونخليه يريح حوالي ساعه. في نفس الوقت انا رحت وجدت التمر تاعي. هنا ديت معجون تاع التمر كما راكم تشوفوا التمر اللي يجي هكا معجن. درت عليه شويه تاع قرفه ودرت عليه مرسو تاع زبده. دروك نبدا نخدم فيه هذا التمر تاعي باش نخدمه على شكل حربوش. ندخل هذيك الزبده هذيك القرفه مليح كما راكم تشوفوا حتى يولي لي طري. نخدمه مليح بيديا
دروك شوفوا هنايا دخل ديك الزبده، ندير عليه شويه تاع زيت باش ما يوليش يتلصق لي. نديرو هنا كميه تاع زيت، وندخل هذيك شويه تاع الزيت في هذاك التمر بهذا الشكل، ونخدمه على شكل حربوش، يكون ما كبير ما صغير كما غادي تشوفوا في الموضح في الفيديو. هنا ندي شويه ونبدا نخدمه كما قلت لكم على شكل حربوش. هنا ماذا بكم توجدوه وتغطوه بالبلاستيك وتخلوه. هنا غادي نخدمه على طاولة العمل باش نسهل على روحي العملية. هنا ما ديروش شغليط بزاف وما ديروش ركيك، ديروه متوسط. انا غادي نخدمه بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، هذا كيما هكا غادي تجيني بزاف شباب. هنايا خدمتهم كاع كيما راكم تشوفوا، غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي ونخليهم تجيه. عاود رجعت للسميد تاعي. شوفوا هنا السميد خليته ريح ساعه، خليته ريح ساعه كامله. دروك هنا شوفوا راهي نشف وراهي كما راكم تشوفوا راه ناشف معايا. دروك نحله بيديا بهذا الشكل ونزيد نخدم بهذاك النص تاع الكاس تاع الماء والمزهر اللي بقالي. انا غنخدمه مليح كيما هكا، نحله مليح بيديا وندي هذاك كيما قلت لكم الماء والمزهر اللي بقاولي، ونبدا نعاود نشمخ العجينه. انا نشمخ العجينه حتى تولي عندي عجينه، تولي عندي عجينه متماسكه نطيق نخدمها، وفاني ما تيبسوهاش خلوها طريه. نقعد نزيد الماء غير بشويه بشويه، الماء والمزهر، ونخدمه كيما راكم تشوفوا غير بصبع يديا ما نعجنوهش. كيما قلت لكم هذا المقروط ساهل، ومام وحده عمرها ما دارت مقروط غادي تجربه واكيد غادي ينجح معها. هنايا درت الكميه تاع الماء، هنا راهي تلم معايا. دروك ما نزيدوش الماء، غادي غير نطمه ما نعجنهش بهذا الشكل. هنا راه ساهل المقروط تاعي هكا، نطيق نخدمه بسهوله. غادي نلمه بهذا الشكل. وهنايا انا ما استعملتش كاع الماء، بقى لي منه شويه. السميد تاعي هذا ما يشربش بزاف الماء، بقات لي شويه. وانتم الا كان السميد تاعكم يشرب ديروا كاع الكميه. دروك هنا نقسمه على نصفين، نخدم من النصف الاول ومن بعد نزيد نخدم بالنصف الثاني. دروك هنا ندي هاد العجينه تاعي، وهنايا درتها في بلاستيك غذائي باش هكا تجيني باش نطيق نصنع الحربوش تاعي بسهوله. دوك ندور بهذا الشكل. هاد البلاستيك الغذائي سهل عليكم العمليه. دروك نحله بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، ونحله في الوسط باش ندير التمر، باش ندير هذاك الحرابيش تاع التمر اللي خدمته. نحله بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. شوفوا هنا المقروط تاعي راه طري، نخدم بسهوله. نسقمه في الاطراف وندير هذاك الحربوش تاع التمر. ندير الحربوش تاع التمر ونغلق بيديا كما راكم تشوفوا. نغلق كيما هكا كما راكم تشوفوا. هنايا نسودي العجينه تاعي. دروك نعاود نبل عليها بهذاك البلاستيك باش نطيق نخدمها. ندور هاك بهذا الشكل ونبدا نصنعها على شكل حربوش. نبدا نخدم فيها بصبع يديا بهذا الشكل، نخدمها مليح حتى تصير العجينه مليح. نقعدوا غير تدوروا حتى تتحصلوا على الحجم اللي راكم باغينه، المقروط اللي تكونوا باغينه. نقعد ندور وندرك في نفس الوقت، ومن بعد نحل البلاستيك تاعي ونبدا نخدم في المقروط. شوفوا هنايا جاني مزير وجا حوالي نفس الحجم. دوك نبدا نقطع فيه بالسكين، نقطع على شكل مقروطات. الا كان عندكم الطابع من الاحسن ديروا الطابع. انا هنايا ما عنديش الطابع، خدمته غير بالسكين ودرته على شكل مقروطات وما كانش عندي الطابع. دروك نخدمه بهذا الشكل. سيو ديروا المقروطات كاع يكونوا بنفس الحجم. دروك نسقمها هكا بيديا.
نروليه كيما راكم تشوفوا شويه باش يجيني بومبي. نزيد حبه واحده اخرى تاني ندورها كيما هكا باش تجيني طالعه وتجيني بومبي. وكما قلت لكم هذا المقروط الوصفه هذه ناجحه مليار بالمية. تجربوها وكتبوا لي رايكم في التعليقات. نعاود نسقم تاني حبه واحده اخرى وغادي نكمل كاع الكميه تاع المقروط تاعي ونعاود نرجع معكم. هنايا درت شويه زيت يحمى في الكسرونه. ماذا بكم ديروا الزيت في الكسرونه باش ما ياكلكمش بزاف الزيت وباش يجي طالح. دروك نبدا. درت الزيت تاعي يحمى على نار متوسطه وكي الزيت راه حامي. دروك نبدا نحط في المقروطات تاوعي. نحط هنا كميه على حسب الحجم تاع الكسرونه اللي عندي. نحط المقروط تاعي وهنا راني موجده في اناء واحد اخر موجده العسل يكون بارد. شوفوا هنا المقروط تاعي ما ينحلش في المقله كما قلت لكم هذيك الفرينه هي اللي تخليه ما ينحلش. دوك نبدا نقلب فيه كاع الجهات حتى يطيب معايا ويتحمر من كاع الجهات. وهنا اللي تكون النار متوسطه ناكد عليها. تكون النار هاديه ما تكتروش ما تزيدولاش باش ما ينحرق لكمش وباش يجي طايب من الداخل. شوفوا المقروط كي جا شباب جا تاني اللون تاعو شباب جا هكا كيما راكم تشوفوا فيه. دروك ندير نقلعه ونديره في العسل. ماذا بكم هنايا تقطروه ما تخلوش فيه الزيت كيما هكا كيما راكم تشوفوا ونديره مباشره في العسل اللي غيكون بارد. ونخليه في العسل نخليه حوالي 5 دقائق حتى يشرب مليح بلا ما كملت الباقي تاع المقروط. القلي المقله واحده اخرى ولا القلي تاع المقروط واحد اخر. دوك نقلع المقروط كيما راكم تشوفوا. هنايا شوفوا يجي شاد روحو وما يتخسرليش في القلي. نزيد ندير كميه واحده اخرى تاع المقروط الطيب. وفي نفس الوقت هذاك المقروط اللي درته في العسل نولي نقلب فيه على كاع الجهات باش يتعسل مليح. دروك غادي نكمل كاع المقروط تاعي بنفس الطريقه نقليه ونعسلو ونوريه لكم واجد في صحن التقديم. بقاو معايا. رجعت معكم اخواتاتي. هنايا بعد ما طاب لي المقروط تاعي عسلته مليح. هنا درته في الكيسات باش هذاك العسيله تاعو تقعد في الكيسات باش يقعد لي طري. شوفوا هنا المقروط تاعي جاي يدوب ذوبان. صدقوني هذه الوصفه ناجحه 100%. كي غادي تجربوها ان شاء الله غادي تنجح معكم. ولا عجبتكم هذه الوصفه شوفوا الوصفه ناجحه والمقروط كما قلت لكم يتفتت ويجي معسل حتى للقلب. وكما شفتوه بمقادير مضبوطه تنجم اي وحده مبتدئه تجربه وان شاء الله تجربوه. ولا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والى الوصفه المقبله ان شاء الله والسلام عليكم.